عسلامة الناس الكل. اليوم وأنا قاعد جا بالي موضوع مهم برشا، حبيت نحكي معاكم فيه. احنا ديما في الحياة هذه ديما نشوفوا ناس معناتها، ديما نشوفوا الحاجة هذه، نشوفوا إنسان يغش يتحيل، آه، ماهوش قاعد يخدم بضمير، ولكن الإنسان هذاك ناجح ولبس عليه. ونشوفوا زاد إنسان آخر عامل الشر في حياته، والناس الكل تتشكى منه وعامل معهم الخايب، وما خلاش حاجة خايبة ما عملهاش معناتها، بينما الدنيا عطيته من خيرها ومحلولة في وجهه. وزاد عنا الاكزومبل متاع الإنسان الخدام اللي يخدم بضمير، واللي معناتها عامل الحلال وكل شيء، لكن الدنيا ما عطاتوش وما وصلش بالخدمة والجهد متاعه. ونشوفوا زاد إنسان آخر عامل الخير وعامل معناتها إنسان الناس الكل تحب وعامل الخير وكل، لكن لسبب ما البيبان كل مسكرة في وجهه. وهوني ما نحبش نقول لك اللي معناتها انت لازمك تولي انسان خايب ولا باش توصل، ولا الحياة هذه لازمك تكون فيها ماكش باهي، يقول لا بالعكس. بالعكس تماما، شجعك كان انك تكون انسان باهي، تخدم بضمير وتكون طيب والعباد الكل تحبك. لكن الحاجة اللي نحب نوصل لها انه الناس كلنا تسألوها الحاجة دي، نقولوا الحياة علاش ماهيش عادلة، علاش هذاك كل صاير، مثلا كيما الحاجات اللي سميتهم كل. والجواب بسيط برشا، الحياة عمرها ما كانت عادلة، ونحب نبشرك اللي عمرها ما هي مش تكون عادلة، ولكن حاجة هيك عادية. كل ما توصل فيس على الاستنتاج هذايا كل ما خير. علاش؟ كي توصل الاستنتاج هذايا انه الحياة ماهيش عادلة، باش تكون انسان اقوى، باش تكون انسان تعرف تتعامل مع الامور الخايبة كي تجيك، باش تكون انسان تعرف اللي فما حاجات مش جديدة ضدك في الحياة هذه، فما ناس تتنافس معاك مش يكون عندها فونتاج عليك وانت تكون اقل منهم، لكنك اقوى انت. وقت اللي العباد قاعدة تبكي وتقول شبيه الحياة هذه مش عادلة وشبيها ما عطتنيش، انت مش تلقاك قاعدة تقول كيفاش نلقى حل، كيفاش نجم نتأقلم مع السيتوياسيون هذية، كيفاش نوصل. وهوني مش تولي انسان قوي برشا، تعرف تتعامل، تكون كالم، تعرف تاخذ القرار الصحيح. وهوني الحياة مش تعطيك، وانا نأكد لك معناتها، نأكد لك بنسبة كبيرة الحياة مش تعطيك هنا. مش على جالي هي عادلة، لا، على جالك انت خليتها بالسيف تعطيك، بالحكمة متاعك، بالقوة متاعك، وبالواقعية متاعك، بالاستنتاج اللي وصلت له، عرفت تتعامل مع الأمور. هوني الحياة ما عندهاش حتى خيار غير إنها تعطيك، فرضت عليها إنها توصلك بالسيف. هوني نحب نختم بحاجة. احنا شكونو معناتها العلم التاريخي في تونس اللي ديما نتفكروه؟ حنبال. حنبال وقت اللي جاء معناتها يتعدى فوق جبال الألبس، اللي هما معناتها تجم تدخل جوجل وتلوج عليهم تشوفهم، معناتها حاجة رعب، وفي الشتاء وفي الثلج. وانتم تعرفوا بكري معناتها لا فما وسائل نقل ولا حد شيء في عصور ما قبل التاريخ هذيك. وقتها هو عنده جيش كامل يتكون من حسب ما نتفكر 45 ألف معناتها جندي، ومعهم الخيول متاعهم والفيولة والعربات وك الشي هذاك كل. ما عندهم حتى وسيلة نقل معناتها غير انهم عباد هما اللي يجبدوا، هما اللي الجنرالات متاعو كل قعدوا باهتين فيه. معناتها فاش تحكي مش نشقوا جبال الألبس احنا، عملية انتحارية هذه. لكن هو ايش قال لهم؟ قال لهم باللونجلي I will either find a way or create one. ايش معناتها؟ قال لهم يا اما نلقى طريق نوصل بيه ونتعداهم جبال الألبس هذوما، يا اما نخلق الطريق هذاك. وانتي اربط وحدك حكمة الحكمة ذي اللي ختمنا بها مع الشيء اللي قلته قبل. والسلام عليكم.